عرفوا الطريق كان جاري اللي دايما لما كانوا بينادوا عليه من الشباك كان بيديهم الحسنة، لحد ما نادوا كل أصحابهم واستسهلوا كلهم وبقوا قاعدين في عمارة واحدة كلهم فاتحين الشبابيك بينادوا على جاري ده عشان يديهم. انتوا فاكرين الأطفال الصغيرين اللي كانوا بيروحوا عشان يطلبوا منه يشتغلوا عندهم؟ الأطفال دي كبرت وكملت تعليمها وحبت إنها تشتغل في المكان الكبير جدا بتاع جاري ده، ولكن للأسف جاري حط لهم شروط كتيرة جدا، ومقابل الشروط دي اداهم مرتب ضعيف جدا وقال هو ده اللي عندي، لو مش عاجبك ما تشتغلش. مرة كلمت جاري ده وطلبت منه ان هو يزود شوية المرتبات للناس اللي بيشتغلوا عنده لان الدنيا بقت غالية على الناس كلها. قال هو ده اللي عندي والخدمة اللي هو بيقدمها لي يا دوب تساوي المرتب اللي هو بياخده ده. جاري لسه زي ما هو بيدي كل الاولاد اللي بينادوا عليه من الشباك فلوس مقابل لا شيء، مقابل ان هم بس قاعدين في الشباك شكلهم حلو وبينادوا عليه وبيقولوا له كلام لطيف. الولد اللي كان عاوز يشتغل عنده ما كانش بيقوله له، هو بس كان عاوز يشتغل. فبدأ الاولاد اللي كانوا